لما خلص اهوت، شايفين طار ازاي وطالع حلو ازاي، مش ملسوع مني، والسوا بتاعه مظبوط. هقطع معاكم حته تشوفوها. بصوا مورق ازاي، يعني زي ما بيقولوا يا جماله يا جماله يا حلاوته وعلى ريحته. وبصوا مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. يلا بينا بقى عشان نتعرف على المكونات بالتفصيل. السلام عليكم مشاهدين قناه انس هوم وزورها، ازيكم عاملين ايه؟ احب اشكركم جدا جدا على دعمكم الجميل دوت ليا. النهارده وصفتنا جميله جدا. تعالوا الاول نتعرف على المقادير ونتكلم عليها. 3 كوبايات دقيق، كوبايه ميه دافيه، وربع معلقه ملح، وقشطه بقى وزبده وسمسم ده للوش. هننزل بالمكونات زي ما انتم شايفين. اكلتنا النهارده الفطير الفلاحي على اصوله، خطوه بخطوه. بس انا هعمله معاكم صغير شويه على اساس ايه، برضو انت لو مش قادره ان انت تفردي الفطيره الكبيره ولا عارفه تفردي الفطيره الكبيره، الصغير هيبقى كويس ليكي ومناسب، وهتبقى الفطيره على قد الفرد. قلبنا الملح مع الدقيق، وهنزل بالميه اهوت. تنزلي بالميه واحده واحده. بعتذر لكم جدا على صوت عموري المزعج، طبعا كالعاده ما بيهننيش على فيديو. زي ما انتم شايفين اهوت بنلم العجين مع بعضينا ازاي. غني للعجينه بتاعتك عشان تطلع معاكي حلوه، وقولي لها ايه؟ عجنتي يا عجنتي. بنزود ميه اهو واحده واحده زي ما انتم شايفين. معلش قطعنا الاغنيه، تعالوا نغنيها سوا. عجنتي يا عجنتي يا رق حاجه عندي، عنك ما اقدرش استغنى، بيكي تكمل فطيرتي. غنوها كده الفطيره هتطلع معاكم كامله وجميله. زودنا اهو ميه. طبعا انا احتاج ميه، هحتاج ميه هو التاني. هاخد شويه ميه دافيين تاني وهحطهم اقل من ربع كوبايه اللي انا هستخدمها. بلم في عجينتي اهو زي ما انتم شايفين، قبل ما اضيف شويه الميه اللي انا محتاجيهم هنلم فيها. طبعا انا هو بعمل معاكم خطوه بخطوه عشان خاطر ما تحتسوش في الاخر، واي حد لسه مبتدئ يعرف احنا بنعملها ازاي. ضفنا شويه الميه اللي احنا محتاجينهم، بصوا شويه صغيرين خالص ازاي. وهبدا الم العجينه بتاعتنا معاكم. شايفين بنلم العجين ازاي؟ طبعا انا نزلت بالعجينه بتاعتنا على الارض عشان اعرف اتحكم فيها. بصوا لما بدات المها، بصوا بدات تتلم معايا حلو ازاي. وما تنسوش تغنوا لها الاغنيه وتقولوا لها عجنتي يا عجنتي. فاهمين؟ كملوا انتوا بقى باقي الاغنيه، سلوا نفسكم. شايفين بدات تبقى معايا عامله ازاي؟ شايفين بنلمها ازاي؟ افضلي لميها واديلها بالبنيات. بصي اعملي فيها كل اللي انت عايزاه، المهم ان انت تلمي العجينه. بصي ارقعها بالبنيات. دب يلا دب جون. الله 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 الله، يلا بينا يلا يلا. يلا بصوا بدأت تعمل معايا ازاي كده. خلصنا خلاص العجينه يعتبر اهوت. بصوا ما بتلزقش في ايدي خالص ازاي. حبيت اجرب لكم بالايد اللي ما فيهاش عجين. شايفين؟ هبدأ بقى اخدها كده اقرصها واعملها قرص. شايفين عملتها قرص جميل ازاي. حطيناها بقى في الطبق، وهجيب شوية زيت
وهندهن الوش بتاعنا بيها زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها بقى في قلب الطبق تريح شوية. سيبيها ساعة ساعتين، كل ما هتريح معاكي العجين كل ما هتفرد معاكي احسن وتبقى في الفرد احلى. كده خلصنا اهوت. هنغطي عليها بكيس ونرجع لكم تاني بعد ما تريح. اهي العجينة اهي بتاعتنا ريحت اهيت. هدهن صينية كده بالزيت بتاعنا عشان هقرصها تقريص صغنن تاني. هعمل اكوار صغيرة واسيبها تريح مرة تاني عشان تدينا برضو القوام اللي احنا عايزينه. بليت ايدي شوية زيت اهوت، وهبدأ اقرص العجينة بتاعتنا كور صغيرة. شايفين ما بتلزقش في ايديا خالص ازاي؟ شايفين بعملها كور صغيرة. بس بنقرصها ازاي؟ شايفين اتعملت كور صغيرة ازاي؟ ونبدأ نرص في الصينية. هعمل معاكم واحدة تانية اهوت. بصوا يا جمال ويا جمال ويا حلاوته يا حلاوته يا كوره. بمناسبة الكورة بقى يلا نقول واحدة الله 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 يا اختي اسمها الله الله وجون يلا. كورنا ايه معاكم الكورة زي ما انتوا شايفين. خلصنا الكمية مع بعضنا اهي كلها. هندهن وشها بقلب الزيت وارجع لكم تاني بعد ما تريح. ورجعنا لكم تاني بعد ما العجينة بتاعتنا ريحت. معانا الزبدة او السمنة البلدي بتاعتنا، ومعانا القشطة، ومعانا السمسم اهوت. هندهن صينية بشوية زيت او بالزبدة حسب ما انت تحبي، وهنركنها على جنب. جبنا كورة من الكور اللي احنا كورناه. شايفين بعد ما ريحت بقت حلوة ازاي، وهتتفرد معاكي بكل سهولة. افرديها بايديكي زي ما انت شايفة كده، ولا بقى تقوليلي نشابة ولا غير نشابة. الفطير البلدي الفلاحي الفطير على اصوله بيتفرد بالايدين، بتقدري تتحكمي فيه. بصوا شايفين بتتفرد ازاي. افرديه على قد ما تقدري، ما تخافيش. حتى لو في حتت اتقطعت منك ما تخافيش، هنعالجها واحنا بنلمها. شايفين بعد ما فردتها بقت جميلة وحلوة ازاي. شايفين افردي فيها على قد ما تقدري. الحتت بقى اللي بتتقطع مننا دي لما بنلم الفطيرة بتتدارى اصلا خالص ما بتبانش. شايفين افضلي افردي فيها بايديكي كده شمال ويمين. هاتي فرشة فيها الزبدة بقى والسمنة الفلاحي بتاعك ودهني بيها الفطيرة كلها. بعتذر جدا على الصوت والازعاج اللي حصل دوت. ديكوا شايفين اهوت لمينا دهنا السمنة بتاعتنا على الفطيرة وبدأنا نلمها زي ما انتوا شايفين. كل ريق هنلمه هندهنه سمنة بلدي. هنبدأ نلم الرقات مع بعض. معلش انا ابن مزعج وعامل فيا عمايل ما تتعملش. على قد اليوم جميل جدا عشان بصور لكم حلقة، على قد ما بجد تعبت جدا وانا بصورها بسبب ابني. وكان جايلي ضيوف وابني خلاهم يطلعوا يقعدوا على باب السلم بره عادي. ادعوا له بالهدى والنبي يا جدعان. هاخد الفطيرة بتاعتنا وانزل بيها على الصينية اهوت. هبدأ افردها. شايفين بنفردها ازاي. لما تفردي الفطيرة ما تفردهاش ان انت تخلي السمك بتاعها رفيع خالص، لا، افردي الفطيرة سمكها يبقى معقول شوية عشان خاطر لما تيجي تحطيها في الفرن ما تنشفش منك، تطلع معاكي حلوة كده وتاكليها طرية ومورقة جميلة. شايفين فردناها ازاي. هجيب بقى القشطة بتاعتنا اهوت زي ما انتوا شايفين، وهدهن بيها وش السمنة كلها من فوق الوش. وش الفطيرة قصدي من فوق الوش. معلش ابني خلاني تيست خالص. شايفين يا جماله يا حلاوته. وهحط السمسم بتاعنا فوق الفطير زي ما انتوا شايفين كده، مديه شكل تحفة. الفرن بتاعنا سخن جامد، نحطه على درجة حرارة 180. شايفين شكله هو في الفرن جميل ازاي ويفتح النفس. وريحة السمنة البلدي مش قادرة اقول لكم ريحتها تحفة ازاي. طلعناه من الفرن. شايفين يا جماله يا حلاوته. شايفين السوا معايا مظبوط ازاي وحلو ازاي. شايفين بجد مش عايزة اقول لكم على الريحة عاملة ازاي. ريحة السمنة البلد على اصولها.
شايفين السوا، شايفين اللي كانت لوحدها في قلب الفرن، شايفين السوا جميل ازاي. احنا عايزين السوا بتاعنا يبقى حلو كده. وده شكل الطبق بتاعنا في النهاية، شايفين طري وجميل وشكله يفتح النفس. تاكليه بقى مع قشطة، تاكليه مع عسل نحل، تاكليه مع جبنة قديمة. شايفين مورق